اتكلمنا قبل كده برضو عن فكرة متلازمة الأشياء البراقة، اللي هي إن كل ما تبقى بتعمل حاجة وتلمع قدامك أو تبرق ليك حاجة تانية، تجري تسيب اللي في إيدك اللي أنت ما خلصتوش أو ما استفدتش منه أقصى استفادة، وتروح تعمل إيه؟ وتروح ناحية الحاجة الجديدة. زي مثلا لو بتقرا كتاب ولقيت كتاب اسمه حلو، بتسيب الكتاب اللي في إيدك قبل ما تخلصه وقبل ما تطبق اللي فيه وتروح تقرا كتاب تاني. لو بتاخد كورس ولقيت كورس تاني، بتسيب الكورس اللي انت بتاخده و بتروح تاخد كورس جديد. بتحضر ورشة، تلاقي ورشة تانية عنوانها حلو، تروح للورشة التانية. تمام معايا في الموضوع ده؟ معاك يا كوتش. طيب، ده بيخلي تركيزك شبه معدوم. ده بيفعل فيروس ايه؟ عدم التركيز. السبب ورا كده كمان، احنا عايزين زي ما قلنا ان احنا ناخد المواضيع لاعمق حد فيها. تمام. اعمق حد ايه؟ إيه اللي ورا فكرة متلازمة الاشياء البراقة؟ اللي وراها قله ثقه بالنفس. ليه؟ انا في ايدي حاجه، فعارف ان انا الحاجه دي اول ما تظهر قدام الحاجه التانيه يقول لك ايه؟ يجي لك صوت داخلي كده يقول لك انت كده كده مش هتنجح بالحاجه اللي في ايدك دي، سيبها وروح للحاجه التانيه، وهكذا. تبقى انت ايه؟ جوه لوب او حلقه مفرغه ما بتخلص من ان انت عمال تسيب دي تروح لدي، بتضيع طاقتك ووقتك وايه ومواردك. لان بتضيع وقت وبتضيع فلوس وبتضيع طاقه. تمام. لا انت بتقول لنفسك انا مش هنجح في دي، خلينا اشوف الحاجه التانيه. انما انا ناخد حاجه من اولها لاخرها كده، لا. انت بتلاقي نفسك معظم الناس بيسيب دي يروح لدي، يسيب دي يروح لدي، يسيب دي يروح لدي. تمام. مع ان الصح انه تركيزك كله يبقى في اتجاه واحد وعلى حاجه واحده، تنجح فيها الاول، تاخد خيرها وتطبق وتاخد خيرها، وبعدين تنقل على غيرها. تمام. تاخد خيرها قبل ما تنقل على ايه؟ على غيرها.